يا صباحو، صباح الفل عليك يا اختي، منك ليها، عاملين ايه يا وليه؟ منك ليها كويسين؟ قولي يا اختي كويسين. امبارح واحنا بنحضر اللانش بوكس مع بعض للبت بنتي، انا كنت حاطه لها 3 كوكيزات من العبد. كنت جايبه يا اختي العلبه فيها 6 كوكيزات، كوكيزات ماشي. كانت ب 28 جنيه، فانا قلت لا ما بديهاش بقى يا اختي، منك ليها. انا اصلا ست بيت شاطره زي ما قلت لكم، وام الصالحه جدا جدا جدا. فقلت ايه؟ قلت ايه يا بنتي يا موكوسه منك ليها؟ قلت هعمل الكوكيز. ماشي، هعمل ايه؟ الكوكيز. طيب هتعملي الكوكيز ازاي يا اختي؟ هقول لك يا اختي اهو، اصبري عليا، اصبري عليا يا وليه، مستعجله ليه؟ ما انا هقول لك اهو. بصي يا ستي، جبت هنا بيضايه، وطبعا البيض زي ما قايله لكم امبارح ب 190 جنيه. تمام، فاستصغري اي بضايه عندك في الكرتونه يعني. ماشي، جبت هنا 70 جرام سكر، السكر بتاع التموين بتاعنا ده، ماشي ببلاش يعني، هو مش ببلاش قوي بس يعني ايه، موجود يعني. السكر ده انا حاطه 50 جرام، وهزود عليه معلقتين عسل اسود. اسود عليكي يا بعيده يا اللي مش حاطه اللايك ولا بتعملي اشتراك في القناه. تمام، ومعانا هنا 140 جرام دقيق، معلقه كاكاو خام، ومعايا رشه بيكنج صودا اللي هو كربوناتو، ومعايا رشه ملح، وطبعا معايا فانيليا، ومعايا 70 جرام زبده، زبده طريه. ماشي، زبده يا زبده انت يا حلوه. طب هتجي لي موجوزه وتقول لي انت حاطه يا اختي شوكليت شيبس او شوكليت شيبس. ما عنديش شوكليت شيبس يا اختي، حطي يا حبيبتي شوكولاته من اللي هي المكعبات دي. ما عنديش يا اختي شوكولاته، ما تحطيش يا حبيبتي، اعملي بسكوت ساده وريحينا يا وليه، منك ليها ما تتعبنيش. طيب ما عنديش زيت، ما عنديش قصدي زبده، عايزه احط زيت، لا هو مش هينفع الا بالزبده. تمام. ما عنديش سكر بني، احنا حاطين سكر التموين اهو يا اختي، عندك سكر ابيض حطي مفيش منه مشكله، انا قلت لك هزود معلقتين عسل اسود. ماشي، بفكريني اجيبهم يا وليه، ماشي، ومعانا رشه الملح. خلاص خلاص، يلا بينا يلا بينا. تعالي بقى يا منكوسه منك ليها، هنحط ايه؟ الزبده. تمام، يعني على السريع 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 عشان الفيديو. خلاص، ونحاول نضرب الزبده الاول بالسكر. تمام، بس ايه، الزبده حاولي انها تبقى بحراره الغرفه. وبعد بقى نقعد بقى نمسك الزبدة ديت ونضربها ضربا مبرحا. بصي انا عايزاكي تفضلي تضربي فيها في المضرب، ضرب 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 لغاية ما تقولك انا حرمت خلاص يا اختي. تمام تمام. هتضربيها كويس جدا، وبعد كده هتنزلي عليها طبعا بشوية السكر، تضربيهم مع بعض لغاية ما تحسي ان السكر خلاص داب 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 داب. تمام، قولي تمام يا ولية، قولي تمام ما تتعبنيش. المهم هنحط عليهم البيضة، وبعد ما نحط البيضة نفضل نضرب تاني، نضرب تاني. وتقولك حرام، تقول لها لا هتضربي لغاية ما البيضة تختفي خالص 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 خالص. وبعد ما البيضة تختفي هتجيلي الوقت فازلوكة وتقول لي نسيتي يا اختي تحطي رشة الفانيليا. هقول لها لا والله يا فازلوكة انا ما نسيتش احط رشة الفانيليا. هنحط رشة الفانيليا وننزل عليها كمان برشة الملح. تمام تمام. حط لها ملح هيمالايا يا اختي، والله انا مكلفه على فكره. ونزلت بقى بمعلقتين عسل اسود. ليه بقى نزلت بمعلقتين عسل اسود؟ هقول لك انا الوقت ليه نزلت بمعلقتين العسل الاسود. معلقتين العسل الاسود لما يحط على السكر الابيض يديلك سكر ايه كانه بني كده، انت فاهمه؟ ضحكنا قال ايه عليه يا اختي بقى وعملناه سكر بني. احنا ناس، بصي المصريين دولت مفيش حاجه تقف قدام. المهم بعد ما ضربنا كل المكونات هننزل عليهم بالدقيق، وكمان معلقة الكاكاو، وهننزل عليهم كمان بايه يا بنتي الشوشو، بالكربوناتو. انا بقى هنا حبيت اجود من عندي يعني وازود الوصفة، واحط لها سنة نسكافيه. فانا عشان ما كنتش حطيت النسكافيه ومفيش ميه في الوصفه، فالمهم النسكافيه اللي هي القهوه سريعه الذوبان يا اختي هتبقى محببه، وانا مش عايزاها محببه. فهنعمل ايه؟ انا كنت ضاربه اصلا النسكافيه ده وعيناه في التلاجة يعني في الفريزر. ببقى اخد منه كده اعمل ايس كوفي عقبال امالتك يعني. المهم خدت معلقتين من الفوم بتاع الايس كوفي ايه بتاع النسكافيه، وزودتهم على العجينه زي ما انتم شايفين وضربت العجين. هجيب بقى الشوكولاته بتاعتنا اللي هي الشوكليت شيبس ده، وهنحطها على العجينه ونقلبها وناخد العجينه حتتك باتتك وندخلها على الفريزر. طب هتجيلي وقتي فالحوسه ولا موكوسه وتقول لي ايه الصوت بتاع البيانو اللي شغال جوا ده؟ هقول لك دي بنتي يا اختي البغله بتاعتي، بغلتي الكبيره. ماشي، سبب حزني وهمي وقرفي في الحياه. عقبال عندك يا اختي بتتدرب على نشيد بتاع المدرسه. اصل يا اختي عقبال عندك كليه تربيه نوعيه قسم موسيقى يا اختي حلوه. عسل 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 عسل. قرفاني عاملاها لي فيها عمر خيرت طول النهار والليل. يلا مش موضوعنا ومش مشكلتنا، خلينا في المهم اللي احنا فيه.
تعالي نرجع تاني للكوكيز بتاعنا يا اختي. شايفه الجمال والحلاوه يا ولا. بعد ما خلصناه كده ولخبطناه على بعضه هندخله التلاجة يجمد. ما ينفعش تشتغلي بيه وهو ساخن، ايه مش هتعرفي تشكليه اصلا يا قلب. فهندخله التلاجة او الفريزر شويه كده حلوين، يطلع جامد حلو زي ما انت شايفاه زي الفل كده. هنشكله وندخله الفرن على درجه حراره 180 او باين 150 يا اختي. بيقعد 12 دقيقه فقط لا غير، يطلع لك ما اقولكيش ما شاء الله الله اكبر. حاجه كده فاخر من الاخر، حاجه كده حلاوه. شايفين سامعين؟ عندك عمر خيرت في قلب البيت يا ولاد. يا ولاد احنا عيله فنيه موسيقيه فذه. يلا يا اختي، الحمد لله الحمد لله والله والله. يلا انا مش عارفه هي بتعزف ايه، محدش عارف هي بتعزف ايه يا ولاد، محدش يقول لي. انا اعتقد ان هو نشيد مصري باين بتاع